بيستعد للجواز للمرة الخامسة وبيعيش قصة حب ولا في الأفلام، والجمهور بيقوله كفاية عليك جوازاتك اللي فاتت. أحمد سعد بيحضر لأكبر فرح في مصر، وهوية العروسة المرة دي مفاجأة ما يصدقهاش عقل. يا ترى ايه الحكاية؟ في الساعات اللي فاتت اتصدر اسم أحمد سعد كل ترندات على السوشيال ميديا بعد إعلان خبر وقوعه في قصة حب جديدة، وإنه حاليا بيحضر لفرحه ومن المقرر يبقى أكبر فرح في مصر. والكلام ده كله بعد سنة واحدة من أزمة طلاقه مع علياء بسيوني، واللي كانت وقتها حديث السوشيال ميديا كلها. وعلى الرغم من التزام علياء الصمت وقت الانفصال، إلا إن البوست الأخير ليها قبل الطلاق كشف السبب وقتها، واللي الجمهور رجح إنه الخيانة. وده لأنها كتبت في البوست ده وقالت: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد مع شوية بناء على رغبته. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء، وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما، وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها علشان الأسرة دي وعلشان المشوار اللي أنا ابتديته وما كنتش حابة إنه ينتهي. شكرا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة علشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك. وكملت كلامها وقالت: أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة بابني وبضحى وبتتنازل علشانها، وأنت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت. وده اللي خلى الجمهور يتكهن إن العروسة الجديدة هي السبب في البداية في طلاقه من علياء بسيوني. لكن هل يا ترى مين هي العروسة في الأساس؟ المصادر بتقول إنها فنانة شابة مشهورة ومن المقرر إنها تشارك في عمل فني جديد، لكن أحمد سعد متكتم على الموضوع تماما لحد ما الحكاية تكمل، خاصة علشان ما يتعرضش للانتقاد من الجمهور. وعلى الرغم فعلا من وجود انتقادات كتيرة ليه من الجمهور، إلا إن في فئة كبيرة دفعت عنه وقالت إنه حر يتجوز زي ما هو عايز طالما في الحلال، وإنه في نجوم كتير علاقاتهم بتبقى متعددة ومحدش بيتكلم. وفي ناس تانية فضلت مصرة على موقفها إنه ما ينفعش بعد العمر ده كله مع وجود ولاده ال4 إنه يتجوز من جديد، وكمان واحدة أصغر منه في السن. تفتكروا بقى كده مين هي عروسة أحمد سعد؟ وهل ممكن يطلع ويعلن عنها بنفسه قبل الفرح؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقع صوت الملايين.